بزاف ديال الناس فاش كيبغيو يعبروا معايير القوه كيعتمدوا غير على كل ما هو خارجي، بحال الفلوس، المظهر والمكانه الاجتماعيه، ولكن قليل فيهم اللي كيتمكن انه يرد البال واحد العامل اخر اللي كيلعب واحد الدور كبير في هذه اللعبه، واللي هو الذكاء الاجتماعي. الحاجه اللي كتخلي واحد الشخص معين انه يوصل لي زوبجيكتيف ديالو بواحد الطريقه سريعه باستعمال واحد لونسومبل ديال لي تكنيك ديال لا مانيبيولاسيون، اولا بلغه اخرى نقدروا نسميوها لانجينيوري سوسيال. شي كيتستعمل يوميا وكينتمي للسيكولوجيا السوداء اللي كنعيشوها كل نهار في لافي بيرسونيل و بروفيسيونيل. They don't show it immediately. They're good at deceiving you. They can be very charming. They can be very dramatic. They pull you in with their great stories. Sometimes they're even charismatic. A lot of important CEOs in the world, people like Elon Musk, are raging narcissists. They appear very exciting and you want to get to know them. But you have to recognize that these are people that are probably going to use you. روبرت غرين في الكتاب ديالو The 48 Laws of Power بارطاجا معنا 48 قانون اللي كيخلي واحد الشخص ذكي اجتماعيا، واللي من بينهم دائما حدي من الحوايج اللي فابور اللي كيتعطوك، باسكو اي واحد كيعطيك شي حاجه راه كاين واحد الاحتمال كبير انه كيتسنى منك شي حاجه في المقابل. دائما خلي الناس معتمدين عليك باش كومسا ما يقدروش يديروا شي حوايج بلا بيك الا ما كنتيش. في بعض المواقف تقدر تبين راسك انك في موقف ضعف واخا انت عارف راسك انك كابابل، باش كومسا الخصم ديالك يهبط لاكارت ديالو ويبقاش واخدك بجديه وانت تستعمل هادشي في الصالح ديالك. دائما حافظ على السمعه والنزاهه ديالك واخا ما عرفتش شنو تكون كدير في الخفاء. في بلاصه من انك تحاول تفرض راسك بزاف بلي زارغومون، حاول انك تفرض راسك بالافعال ولي زاكسيون. هادشي غادي يخلي الناس انهم يثقوا فيك اكثر، وهذيك الساعه غادي يكونوا باغيين يتقربوا منك.